بنرجع تاني وبيخرج السيد ليو وبيكلم يانج وبيقول له اتفضل يا سيد يانج معايا في قاعة كبار المسؤولين في نقابة الكيميائيين. كلهم بيتصدموا، كبار المسؤولين ايه ده؟ مجرد خادم، ابوه خادم، ازاي يكون كده؟ ازاي يقعد مع كبار المسؤولين؟ وكلهم بيقدموا الهدايا طبعا للسيد ليو، وطبعا بتكون عبارة عن كنوز مهمة جدا وكنوز غالية جدا، اي حد يتمنى يملك كنز واحد منها. السيد ليو بيكون سعيد وبيشكرهم ويقول لهم شكرا ليكم على اهتمامكم انكم كلفتوا نفسكم انكم تدوني هدايا كنوز زي دي. لكن شينج بيكون مركز مع يانج وبيقول له ايه يا يانج، مش هتجيب هديه للسيد ليو؟ المفروض ان هو قعدك في مكان مهم جدا وبيهتم بيك وبيعتبرك شخص ليه مكانه، فايه بقى الهديه اللي انت جبتها له بالمناسبه دي؟ السيد ليو بيرد بيقول له وجود السيد يانج في حد ذاته هديه كبيره جدا بالنسبه لي، خليك في حالك يا شينج عشان ما تاذيش نفسك في النهايه. لكن شينج ما بيسكتش، بيقول له بس انا كنت بطمن بشوف يانج جاب ايه، يعني المفروض ان هو شخص مهم عندك والمفروض ان هو بيهتم بيك، فالمفروض يجيب هديه بسيطه، يعني ده الامر كله. انا النهارده هخسرك كرامتك يا يانج وهقضي عليك حرفيا، انت اصلا مالكش لازمه كده كده. وده بيكون اللي بيدور جوه دماغ شينج. هنا يانج بيتكلم وبيقول انا فعلا المفروض اجيب هديه، وعشان كده انا هحتاج ورقه وقلم عشان هدي وصفه للسيد ليو، لو سمحت هات لي ورقه وقلم يا سيد ليو. شينج بيقول له ورقه وقلم؟ انت عايز ورقه وقلم تدي للسيد ليو وصفة؟ انت مين اساسا عشان تدي وصفة للسيد ليو؟ ده خبير وصفات ورئيس نقابة الكيميائيين، انت مين اساسا علشان تفكر تتكلم معاه بالطريقة دي او تديله وصفة؟ انت مجرد كذاب ومخادع، هو بتحاول تغير الوضع اللي انت فيه، انت جاي من غير هدية. وكلهم بيقتنعوا بالكلام اللي بيقوله شينج. يانج فقير لكن السيد ليو بيزعق وبيقول هات ورقة وقلم للسيد يانج، وبيكتب وصفة فعلا يانج، وهو بيفكر للحظة وبيقول له دي وصفة الحبوب السماوية الأسطورية. بيتصدم السيد ليو وكلهم بيتصدموا. وصفة ايه؟ الوصفة دي اصلا محدش يعرفها، ووصفة مختفية من الاف السنين، ازاي يانج يعرفها؟ هنا طبعا بيتجنن جنون شينج وبيتدخل وبيقول وصفة ايه اللي انت بتتكلم عنها يا هانج؟ انت مجرد شخص حقير وخادم، تعرف وصفة اسطورية من الاف السنين؟ انت فاكر نفسك هتقدر تخدع السيد ليو بالسهولة دي؟ انت حقير ومخادع. بيقول له بس ما تشغلش بالك، السيد ليه يبص فيها ويشوفها هو بعدين يحكم. بيقول له هيحكم وهتبقى فضحتك هنا مفيش زيها يا يانج، وهيبقى سمعتك في الارض انت وعيلتك كل اساسا ملكوش لازمه. السيد ليه بيبص في الورقه وبيتصدم، دي فعلا وصفه الحبوب الاسطوريه، وصفه الحبوب السماويه، فعلا هي الوصفة دي الصحيحة. بيتصدموا كلهم، ازاي يانج يعرف الوصفة دي اللي اساسا محدش يعرفها من الاف سنين؟ بيتصدم شينجو بيقول ازاي الحقير ده يعرف وصفة زي دي؟ ده مجرد عبد وخادم. بيضربوا السيد ليو ضربة بيوقع على الأرض. بيقول له أنا عملت إيه؟ أنا بس بحاول أفضح الإنسان الكذاب والمغرور ده ملوش لازمة وبيخدعك يا سيد ليو. سيد ليو بيقول أنا خلاص كده جبت آخر منك، أنت عملت أذية وفضايح ومشاكل بما فيه الكفاية، اخرج برا النقابة وما تشوف وشك تاني، وإلا أنا اللي هقتلك بنفسي واعتبر نفسك مرفوض من نقابة الكيميائيين. شينج بيقول له أنا من عائلة سوكينج، ازاي تقول كده؟ لكن بيتدخل والد دي وبيقول له اخرج وكفايه اللي انت عملته لحد كده. بيخرج شينج وبيكون شكله وحش جدا في وسط الجميع، ودي عباره عن فضيحه كبيره لعائلته. والسيد ليو بيعتذر ليانج وبيقول له انا اسف جدا يا سيد يانج، لو سمحت سامحني على كل اللي حصل النهارده. يرد عليه ببساطه بيقول له ما تهتمش بالامر ده مجرد انسان تافه، بس انا هستأذن دلوقتي لان انا فعلا محتاج اروح. لكن بيوقفه سيد ليو وبيقول له لو سمحت عايز اتكلم معاك في امر ما يا سيد يانج. انت عارف ان الامبراطورية داخلة مسابقة كيميائيين بين الامبراطوريات، وانا محتاج ان انت تمثل الامبراطورية في المسابقة دي، وده امر هيغير من وضعنا جدا لان وضعنا اصبح سيء في الفترة الاخيرة. يانج بيقول له بس انا مش مهتم بالامر ده، ودي حاجة بين الامبراطوريات، ايه اللي يخلينا ندخل فيها؟ السيد ليو بيقول له ببساطة يا يانج ان صورة الامبراطورية وحشة جدا ووضعنا كان سيء في المسابقات اللي فاتت في السنين اللي فاتت كلها، فأنا محتاج أحسن وضع الامبراطورية تاني ونرجع تاني لوضعنا اللي فات كنا الأوائل. يانج بيقول طبعا لازم أحمي الامبراطورية عشان كده هوافق على الأمر ده. وبيفكر بيقول أنا الوقت الحامي الامبراطورية بعد ما مات كونج، فلازم أحميها. وبيظهر والد يو وبيقول له لو سمحت يا يانج أنا عايز أتكلم معاك شوية. بيقول له طبعا أكيد. بيقول له تعالى ورايا. وبيمشوا يتمشوا شوية في الغابة وبنشوفهم واقفين هناك، وبيتكلم والد يو وبيقول له أنا
عايز اكلمك في موضوع. انت عارف ان بنتي بتحبك، وانا في الاول ما كنتش موافق على الموضوع ده، لكن انا شايف المنصب اللي انت وصلت له والاهتمام الكبير بيك وكمان خبرتك في الكيمياء، فانت شاب هيكون ليك منصب ومكانة كبيرة جدا. ينجي بيقول له هو ده بس اللي يهمك؟ يعني ما يهمكش ان يو بتحبني وبس فانا استحق حبها؟ ده بيقول له لا، اهم حاجة تكون شخص ذو قيمة، ليك مكانة في الامبراطورية، في البلاط الامبراطوري، في نقابة الكيميائيين المحاربين. المهم ان انت تكون ليك مكانة وهيكون ليك منصب عظيم قدام، وهتكون شخص غني وتقدر تعيش بنتي في المستوى اللي انا حافظت عليه. يانج بيقول له هو ده ما يهمنيش، انا اللي يهمني بس ان انا اعرف ان يو بتحبني او لا. بيقول له لا، انا اللي يهمني ان بنتي تكون عايشة في مستوى راقي. بيقول له يانج ما يهمنيش الموضوع ده كله، بصراحة انا الكلام ده كله ما يلزمنيش، انا هستأذنك وهمشي لو سمحت. اظن الموضوع ده ما عادش ليه لازمه وما تكلمنيش فيه تاني. يوانج بيقول له انا بنتك صديقتي وانتهى الموضوع لحد كده، بصراحه كلامك ده ما يفرقش معايا، لكن بنتصدم ان المشهد كله بيتغير وبتكون يو موجوده وشايفه كل الكلام ده، وبتاعته بتقول له ازاي يا يانج انا بحبك، ازاي تقول كده؟ لكن ده بيكون من تراكمات اللي حصل بس ومجرد رد فعل على كلام ابوها. بنشوف شينج ماشي عمال ياكل في بعضه بيقول انا هقتلك يا يانج وهخلص عليك في يوم من الايام، ولازم اعمل لك فضيحه وانهي عيلتك كلها. لكن يانج بيكون سامع كل الكلام واقف بيقول له انت بتقول ايه يا حبيبي؟ انت عايز تخلص عليا وعلى عيلتي؟ احنا اللي هخلص عليك حالا. لكن شينج بيقول له استنى بس يا يانج، انت هتقتلني؟ انت ما تعرفش انا عيلتي مين؟ انا عيلتي ممكن يخلصوا عليك وعلى عيلتك كلها لو فكرت تعمل فيا حاجه. يانج بيقول له ما تخافش يا حبيبي، الاموات ما بيتكلموش، هخلص عليك وبعدين نبقى نشوف عيلتك هتصرف معاها ازاي. بيقول له لا، انت ما تعملش معايا كده، انا ما استاهلش انك تعمل معايا كده. يانج ما توسخش ايدك بدمي، انا ما عملتش حاجه، بس سيبني وانا ما عدتش هعمل معاك حاجه تاني لو سمحت. يانج بيقول له اسيبك ايه؟ انت بهدلتني، انت طلعت عيني يا جدع، بص انا هخلص عليك. وبيضربه ضربه واحده بيخلص عليه حرفيا وبينهيه، وبتنتهي هنا قصه شينج اللي كان سبب مشاكل كتير جدا يانج. وبنرجع لجيا اللي كانت صاب لو فاكرينه عند بيت الشياطين، وفجاه بيفتح عينه بيكون لونها احمر وكأن لبسه شيطان حرفيا، وبيمسك الممرضه واخوه بيكون واقف، لكن العجيب ان اخوه بيرمي له السيف وبيقتل الممرضه بيه، وفجاه بيغمض عينه وينام تاني. وبيدخل السيد جونج وده والد جيا، وبيشوف المشهد ده وبيحكي له اخوه ان جيا قام من النوم وقتل الممرضة ونام تاني. بيقول له احنا لازم نهتم بجيا، الامر اوشك على الحدوث، احنا من 20 سنة زرعنا الشيطان ده جوا جيا علشان خاطر يحقق امر الانقلاب اللي احنا بنخطط بيه، فخد بالك من جيا كويس جدا، ولازم تروح المسابقة بكرة ضروري عشان هتقابل هناك ناس مهمين جدا هيدوك شيء، الشيء ده هيكون معانا مهم جدا. وبنتنقل لمكان المسابقة وبيكون يانج واقف محتار بيقول ايه العدد ده كله، ايه الناس دي كلها؟ وفجأة بتظهر حفيدة السيد ليو وبتقول له تعالى معايا يانج، هقدم لك الناس المتسابقين كمان اللي هيكونوا معانا. وبتفتح لينج باب الغرفة وبتدخل يانج وهو بتقول له هما دول المحاربين اللي معانا، بيكون فيهم واحد بيبان عليه القوة وكمان الغرور. يانج بياخد باله منه وبتقدمه وبتقول ده يانج اللي هيمثل الامبراطورية في المسابقة السنة دي، فاتمنى كلكم تقدموا له الاحترام. لكن هما بيحترموش ابدا، وبيقول الضعيف ده هيعمل ايه؟ ده مجرد شخص هاوي وضعيف وملوش اي لازمة، ده يمثل الامبراطورية ازاي بس؟ بتوقفه لينج وبتقول له ما تنساش نفسك يا هو بيقول لها انسى نفسي ازاي؟ انا بقول الحقيقه ده انسان ضعيف وملوش اي لازمه، انتوا شكلكم ناويين تخلونا نخسر المره دي. لينج بتقول له عمي وجدي هما اللي اختاروه، وكمان ده مختار من رئيس نقابه الكيميائيين شخصيا وعضو مهم جدا فيها، فما تنساش نفسك يا هو بيقول هنشوف فضايحه لما نخرج بره، انت ما تعرفش انا مين، انا وصلت للمستوى الرابع في الكيمياء. بتضربه لينج وبتقول له لو كملت كمان انا هخلص عليك. بيخرج هو بيقول لها هنشوف، فانا مش مهتم. بيرد لينج وبيقول بصراحه الموضوع ده ما يهمنيش، ما تهتميش يا لينج. وبنشوف المسابقه مبتدئه وبيكون لينج داخل مدرجات بيلاقي ابوه وعمته قاعدين بيقولوا له انت بتعمل ايه هنا يا لينج؟ بيقول لهم بس جاي علشان خاطر انا اكون في المسابقه. بيمسكوا ابوه بيقول له انت مسابقه ايه بس؟ انت عمرك عملت اي حاجه ولا كنت في الكيمياء؟ هو بيعلنوا عن بدايه المسابقه، بيكون في محارب شعره احمر وهو بيكون هو المنافس له، وبيعلن ان المسابقه هتكون مجرد اعداد لعلاج الحروق، حبوب معينه لعلاج الحروق، وده امر ما بيهتمش بيه لينج. بيقول بس المسابقه لسه بتبتدي ودي مجرد بس اكتشاف للمواهب، مش حاجه تهمني ولا اهتم بيها، فانا هريح شويه لحد ما يوصلوا وينادوا على اسمي. وهنا فعلا بيعلنوا بدايه المسابقه، وبنشوف السيد ليو مع السيد شيا وهو بيقول له انا هفوز المرة دي يا ليو ما تقلقش. هو بيكون السيد ليو قلقان من اللي بيحصل.
سيد شيا بيقول له بس ما تتكلمش الكلام ده، ما تنساش ان احنا كسبناك قبل كده اكتر من سنة، فجودة موجود يا حبيبي، وما تتكلمش بس وتقول ان في شخص هيقدر يهزم جودة عندكم، فاحنا خلاص هنكسب. سيد ليو بيقول له لا، ما تنساش ان احنا محارب جديد موجود معانا واسمه يانج، وده حده في الكيمياء غير محدود، انسان اسطوري. بيقول له هنشوف المسابقة تبدأ وهي اللي هتحكم ما بيننا. وهنا بنشوف المسابقة الاولانية انتهت وفعلا هو اللي كسب. هو بيكون مغرور جدا بنفسه، وهو بيقول للمنافس ابو يانج بيضربه وبيقول له شفت هو عامل ازاي، محارب قوي وليه قيمة ومكانة في الامبراطورية، انت مش هتعمل زيه كده وتكون احد المحاربين الاقوياء دول، هتفضل كده فاضحني؟ يلا يا عم اسكت. يانج بيقول له ده مش حاجة مهمة يا ابويا، بس اهدى يا حاج اهدى، هننزل نشوف الموضوع. بيعلنوا عن بداية المسابقة التانية، واللي بيكون هو هينافس فيها منافس تاني، وبيتفاجئ ان المنافس ده هو جودا. ولما بيشوف جودا بيقول انت المنافس بتاعي. جودا بيقول له ايوه، يا انت شايف ان انت اتحسنت يا هو، اتمنى تقدر تهزمني المره دي، ولا برضو زي كل مره انا اللي هغلبك وهتخسر قدامي. لكن بنشوف هو بيعلن انسحابه من المسابقه، وده حرفيا بيصدم جودا، وبيقول له ازاي تنسحب من قدامي، المفروض تحاربني، انت عار اصلا على الامبراطوريه اللي انت بتمثلها. وكلهم بيصدموا من اللي بيحصل. هو انسحب وساب المسابقه، وكده هم خسروا حرفيا. جودا بيقول له انت عار على الامبراطوريه اللي بتمثلها، انت المفروض حتى كنت تحاول تحاربني او تهزمني، على الاقل ده هيكون اكرم ليك. وبيدور على منافس تاني، لكن كله بيتراجع قدامه. وفي اللحظة دي بيعلن فوز جودا، لكن جودا بيقول انا عايز يانج، انا سمعت ان يانج قوي جدا في الكيمياء، فانا عايز اقابله واتحدى. وكلهم بيقولوا معقول، وابو يانج بيقول معقول في محارب هنا على اسمك يا يانج. هو واضح ان في تشابه اسماء هنا. يانج بيكون قاعد وساكت وبيقول لهم بس اعمل فيكم الوقت يعني اقوم يا جدعان، انا يانج ده، بس خليني هادي كده اما اتفرج الامور هتوصل ليه. هو بيقول معقول جودا بيتحدى يانج، هو يانج ده اقوى مني، يانج ده ضعيف، اتمنى انه يخسر طبعا وما يكسبش، علشان كده هيكون صورتي في الامبراطورية وحشة جدا، ده ما يستحقش انه يكسب. هنا بيتدخل السيد شيو بيقول فين يانج بتاعك ده يا سيد ليو، انت قلت لي انه محارب قوي وملوش حدود في القوة، هو دينا قاعدين مستنيين وما ظهرش. بيقول له لا، السيد يانج وعدني، ومادام وعدني اكيد هيكون موجود، انا منتظر وجوده. بيقول له هنشوف هو كده جودا مع سلاح هيهزم بكل. جودا بيتكلم وبيقول يانج انت فين، واضح انك ضعيف برضه وهتهرب مني وتنسحب، سمعت عنك كلام كتير لكن واضح ان كله كان كذب، واضح انك هتطلع زيهم يا يانج. وكلهم بيتصدموا وبيقولوا معقول يانج خايف من جودا، لكن بيظهر المعلم يو وبيقول له لو سمحت يا جودا ما تغلطش في الامبراطورية ولا في السيد لانج. بيقول له ازاي بس ما غلطش، ده حتى ما فكرش يظهر نفسه قدامي، يعني المفروض يظهر نفسه. السيد ليو بيكون قلقان جدا وبيقول فين السيد يانج، وجودا بيقول انا ماشي، المكان ده ما يستحقش ان انا اكون موجود فيه. لكن يانج بيتعصب وبيقول انت كده اتخطيت حدودك يا جودا، انا هنزل لك. وبيقول له انا موجود اهو، سمعت انك بتسأل عني يا جودا. وابوه بيمسكه بيقول له بس اقعد مكانك ما تفضحناش، انت رايح فين، اقعد يا عم انت. يانج بيقول له يا عم بس سيبني عشان خاطري، انا المحارب اللي بينادوا عليه، هنزل اخلص على الكائن ده واجي تاني. عمته بتقول ما تفضحناش، انت كده هتجيب العار للعيله كلها. لكن بينحني السيد ليه وبيرحب بيه، وكلهم بيتصدموا، هو فعلا يانج ابني هو المحارب؟ ما بيصدقوش، بيقول لهم اخلص عليه وارجع لكم، بطلوا بقى ارحموني. هو بينزل يانج يقف قدام جودا، وهنا جودا بيقول له مرحب يا يانج، ما توقعتش ظهورك، واضح انك انسان قوي وهتحاول تتحداني لكن هزمك. بيقول له صراحة جودا انا كنت مستخسر ان انزل، كنت شايفك حسالة وضعيف ومش عايز احارب واحد زيك. جودا بيقول له بقى كده، طب وريني كده قوتك يا حبيبي، ما هنشوف كده لسانك طويل. لكن السيد ليو بيقول اتمنى ترفع راسنا يا سيد يانج. وهنا بشيء بيقول واضح ان يانج ده قوي جدا لكن مش مهم، جودا معاه سلاح سري لما يظهره هيهزم الكل. وبنعلن عن بداية المسابقة، وهي اللي بيكون استخدام نار الكيمياء. وهنا السيد شيء بيقول في سلاح هتشوفه يا ليو، اتمنى تستحمل بس لما تشوفه، لانه هيهزم اي حد موجود في الامبراطورية مهما كان قوته. وبنرجع لجودا واللي بيقول لليانج انا هوريك النهارده اللي عمرك ما شفته، حرفيا هوريك قوة هتطير عقلك. بيقول له يلا وريني. يانج بيكون واثق من نفسه طبعا وبيقول له وريني، بس انا عايز اشوف منك اي حاجه، اتمنى انك توريني حاجه حتى تعجبني. جودا بيقول له انا هخلص عليك. هو بيطلع نار الارض من ايده،
وهو بيكون طاقة زرقاء قوية جدا، وبيقول له شوف اللي في ايدي دي، تعرف عنها حاجة او شفتها قبل كده؟ كلهم بيتصدموا، دي نار الارض الاسطورية، مش اي حد يعرفها ولا يقدر يسيطر عليها، واختفت من الاف السنين، ازاي جودة حصل عليها؟ هنا الشيء بيقول ايه رأيك يا ليو؟ ها، تقدر تتغلب على نار الارض الاسطورية؟ سيد ليو بيقول انا شفت سيد يانج قبل كده اتحكم في النيران السماوية، واكيد يقدر يتغلب على النيران دي. بيتكلم يانج وبيقول، لكن جودة بيقطع بيقول له بس انت هتقول ايه؟ انا بوريك نار الارض، عارف يعني ايه نار الارض؟ وريني انت هتقدر تتصرف معاها ازاي، انت كنت المفروض تنسحب من الاول علشان ما يبقاش منظرك محرج للدرجة دي، انسحب وانا سامحك. يانج بيقول له بس استنى، بس انت بتتكلم في ايه؟ النيران السماوية اللي في ايدك دي انت حصلت عليها ازاي؟ بيقول له نعم. انت ازاي عرفت الاسم ده؟ انت ازاي عرفت الاسم ده؟ محدش يعرفه اصلا. هنجي بيقول في نفسه ما يعرفش ان انا اصلا اللي كتبت الكتاب اللي كتب فيه كل تفاصيل الحصول على النيران دي، وانها اتعملت من روحي وطاقتي انا. بس اعمل ايه؟ محدش هيصدق ان انا كنت عايش من الاف السنين. المهم انا هوريك يا هنج، بص يا حبيبي، بقطع نظرك بنيران الأرض زي ما بتسموها أو النيران السماوية من المستوى العشرين. نعم، انت ازاي قدرت توصل للنيران دي؟ ازاي اصلا قادر تمسكها في ايدك وتسيطر عليها بالطريقة دي؟ النيران دي قوية جدا وتقدر تحرق اي شيء. بقول له بس كده؟ انا هوريك كل مستوياتها وانواعها والوانها كمان. كلهم بيبقوا مصدومين من اللي شايفينه، يانج قادر يتحكم في النار بكل سهولة ومن مستوى عالي جدا. اللي هو بيقول يانج ده بني ادم عادي، وفجأة بيتحكم في كل النيران وبيحولها لطاقة حواليه. جودا بيقول له انت قدرت تعمل ده ازاي؟ انا هقتلك. وبيوجه النيران اللي في ايده ناحية يانج. بيقول له حلوة قوي انك تبعت لي النار دي، هي اصلا كده كده انا سيدها. وبيسحبها يانج في ايده. جودا بيتصدم بيقول له انت ازاي اخدت النيران بتاعي وقدرت تسيطر عليها وتسحب كمان الطاقة بتاعتها؟ يانج بيقول له ببساطة انا سيد النيران دي، وهي بتعترف بالقوي وبتعترف باللي يقدر يسيطر عليها، وشايفة ان انت ضعيف، فببساطة سلمت نفسها ليه. جودا بيقول له انا اعترف اني اتهزمت قدامك. ويانج بيرفع ايده وبيظهر التشكيلة النهائية لنيران السماء، كلهم بيتصدفوا من الاول مهولة اللي قدامهم. وبيركع جودا على الارض بيقول له انا انهزمت، واعلن ان انت فعلا خبير كيمياء لا يستهان بيه. ويانج بيرجع له النيران بتاعته بيقول له يا جودا انت شخص قوي، والنار اختارتك لانك تستاهل تكون سيدها، فارجوك ما تتغرش بنفسك ولا تفكر ان انت اقوى شخص في العالم، في ناس اقوى منك بمراحل، وغرورك ده ممكن يتسبب ان هما اي حد منهم يقدر يقتلك بسهوله. وبيعلنوا فوز يانج وبيبقوا كلهم مبسوطين، ولينج واقفه جنبه وبيهنوه. ولينج بتقول له بس قول لي، بس انت سيطرت على النيران دي منين؟ ده محدش يعرف عنها حاجه من الاف السنين. انت بس وصلت ليه؟ قول لي، قول لي بس. بيقول لها بس ما تقلقش. وبنشوف عمته هنا بتحييه، وكمان والده واقف مبسوط جدا جنبه، بيقولوا له احنا فخورين بيك جدا. وابوه بيكون محرج جدا ان هو ضربه وقاعد يهزق فيه. وهم ماشيين ابوه بيقول له انا حاسس ان انت مش ابني، لكن يانج بيقول له بس ما تتكلمش الكلام ده، انا ابنك يانج، لكن بس كل اللي بعمله ان انا اتمرنت وعندي برضو بعض المهارات قدرت اكتسبها. له انا فخور بيك جدا، واتمنى ان انا اشوفك احسن مقاتل في الدنيا، بس خد بالك من نفسك ومن صحتك وما تجهدش نفسك. يانج بيقول له ما تقلقش يا والدي، انا هاخد بالي من نفسي ومن صحتي كويس جدا، وبرضه هرفع اسم عائلتنا علشان محدش يتمسخر بينا تاني. بيقول له انا فخور بيك من غير اي شيء، انت ابني ولازم اكون فخور بيك، بس اهم حاجة عندي سلامتك. بيقول له ما تقلقش يا والدي. وبنشوف هنا السيد شيا وهو ماشي معاه جودا وهو ماشيين في الغابة، وبيتكلم شيء وبيقول له انا متوقعتش قوة يانج دي كلها، احنا لازم نتخلص من الشخص ده بأي طريقة. وفجأة بيظهر أشخاص قدامهم، وبيقدم شيء نفسه بيقول أنا السيد شيء رئيس نقابة الكيميائيين في إمبراطورية تاي. بيتقدم نفسه التاني وبيقول أنا ابن الأكبر للسيد جانج، اكيد تعرفوا. وبيكون ما بينهم علاقات حقيقيه وعارفين بعض اصلا من قبل كده، لكن ده ما بيكونش ظاهر اللي حواليهم. وهنا السيد شاو بيقول له انا عايزك تتخلص من شخص موجود عندكم. بيقول له مين ده؟ بيقول له يانج، عايزك تخلص عليه حرفيا وتنهيه. بيقول له فعلا يانج ده عامل مشاكل كتير قوي، بس ما تقلقش انا هخلص عليه. بيقول له انا مش عايز يتبقى ليه اثر. بيقول له ولا تقلق نفسك، انا هخلص عليه من غير اي اثر، ده انسان قوي وممكن لو فضل اكتر من كده يكون خطر علينا وعلى خطتنا. احنا عايزين نسيطر على الامبراطورية، مش عايزين حد يقف قدامنا. هنا بيفكر وبيقول انا لازم اخلص من يانج لانه فعلا خطر على خطتنا، احنا بنرتب الانقلاب من زمان. بيقول له ما تقلقش يا سيدي انا هخلص عليه. لكن بيدخل جودا بيقول لهم انتوا ازاي تخلصوا على شخص زي ده؟ ده يعتبر كنز. السيد شيا بيقول له انت بتعارضني، انت بتدافع عن الحقير ده، انت مش عارف ده خطر ازاي. جودا بيقول له ده هيكون عالم كبير جدا في الكيمياء وهيكون مفيد جدا لعلم الكيمياء،
فظيع، فأرجوك ما تخلصش منه، ده شخص مهم جدا. لكن شيا بيكون إنسان غدار جدا. جوتا بيقول له لو عايز تقتله اقتلني الأول. هنا شيا بيقول بكل بساطة وبكل غرور طيب اقتل جودا هو كمان. بينفذ الكلام ده الابن الأكبر وبيقتل جودا بضربة واحدة. لكن شيا ما بيخلصش كده، بيقول له كمان خلص على كل الباقيين علشان ما يبقاش علينا أي شهود عن اللي حصل، وفعلا بيقتلوا الكل. وأشوفكم في الحلقة الجاية.